ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تاني يوم بقى عند ماما، وبرضه هنعمل فراخ ولحم. حد بيحب كده وحد بيحب كده. كان عندي شوية طماطم صغيرين كده، حطيت لهم شوية مية. حطيتها شوية مية يعني مغلية كده. حطيت الطماطم دي، انا كنت مسبكة دلوقتي حبة حبة طماطم، يعني الاتنين كيلو كوسة كده. الاتنين كيلو محشي كوسة، خدت منها ايه حبة كده، ايه حطيتهم من الفراخ، هتشوفها معايا دلوقتي. المهم حطيت الفراخ كده على صينيتين، بعد ما طبعا بتغسليها وتنقعيها زي ما قلنا. وحطيت لها شويه الميه اللي انا عاملاها بالصلصه دي، وبعدين بقى حطيت من فوق كده شويه صلصه. الصلصه دي طبعا هي متبله وفيها بصل وفيها توم. الخلطه بتاعه المحشي اللي احنا هنعملها دلوقتي، الخلطه بتاعه المحشي المعروفه الحلوه العاديه دي، بتبقى متبله كلها حلوه وزيت وسمنه وبصل وتوم وفلفل، فيها كل حاجه. فانا ما حطيتش حاجه خالص على الفراخ. يا دوب بس خدت شويه صغيرين، حطيت لهم شويه ميه، حطيتهم فوق ارضيه الفراخ بس عشان تستوي، عشان كان في حته فراخ حجمها كبير. وبعدين حطيت بقى بقيه الصلصه كده على الوش، وهحطها على النار في نص سوا كده. وبعدين ادخلها الفرن. يعني بنشوف بقى احنا الاول ايه، لو انا عايز ادخل حاجه الفرن مثلا لازم ادخلها الفرن. بدخلها الاول، وبعدين مثلا لما تكون دخلت نص سوا ولا حاجه ابقى ارجع ادخلها تاني. إيه، مرضاش مثلا ادخل الفراخ في الاول وابقى مثلا الفرن خلاص مش هعرف احتاجه في حاجه، لا. انا لو هدس رز او هعمل حاجه اعملها الاول، وبعدين الفرن سخن بقى ادخل الحاجه تكمل سوا. انا ما كنتش هعمل حاجه النهارده في الفرن قد كده، بس انا كنت عايزه اسال الصينيه بتاعه الكوسه وادخلها الفرن. بحب اسويها في الفرن. فقلت خلاص انا هجيب لكم المقطع بتاع الكوسه بعد ده، بس انا كنت عاملاه قبلها. يعني الكوسه كنت عاملاها قبل الفراخ دي. كده بقى كنت حطيت بقى كده خلاص الصينيتين دول على النار كده اغطيهم. والحله التانية دي كانت بتاعه لحمه، كنت برضو شايله الريم من على كانت حوالي كيلو الا ربع لحمه كده. عملتهم مع الفراخ دي. شلت الريم من الحله التانية زي ما انا كنت عامله امبارح كده، وحطيت في الحله الصغيره اللي هي التيفال اللي ورا دي ميه مغليه برضو، بولا قراوره بحبهان ببصلايه، الحاجات اللي انت بتحطها في الشوربه. وتنزل عليها بقى باللحمه بعد ما نكون ايه غسلناها من المره من الشطفه الاولانيه زي ما انا عملت في الفيديو بتاع امبارح. بس هسيبها بقى حطيتها بقى كده خلاص في الميه المغليه. هغطي بقى كل حاجه واسيبها لما تغلي بقى كل حاجه، اوطي عليها. الفراخ لما تدخل في نص سوا هدخلها الفرن زي ما قلت لك. دي الخلطه اللي انا كنت بعملها للمحشي. كانت قبل بصلايه عادي كده وبصلتين كده. البصل انا مطلعاه من الفريزر ده، عندك بصل عادي هتخرطيه تحطيه في الكبه. خلطة المحشي العادية. احط البصلة كده اول ما تبدأ بس تصفر كده، انزل عليها بشوية بقرن فلفل واحد كده، ببقى مقطعاه مكعبات صغير. انا بحبه في المحشي، بيديله ريحة حلوة كده، بيديله نكهة حلوة كده. ونزلت عليه كده بحتة توم برضو من اللي هي احنا مفرزينها دي، بنزل عليها بحتة توم كده. خلاص كل الحاجة كده بقى لونها دخلت على لونها كده اللون المحمر شويه ده. انزل عليه بقى بالطماطم. عايز تنزلي بالتوابل الاول عادي، عايز تنزلي بالطماطم انزلي. هم حبه طماطم يعني كتير، مش على قد الكوسه، هي الكوسه مش مكمله 2 كيلو. فانا لما خلصت بقى لما اتسبكت اهي، شلت بقى انا الايه، شلت في الطبق اللي ورا ده كده ايه بقيه الصلصه عشان ما تبقاش كتير يعني على الكوسه. كنت انا حطيت بقى ايه التوابل، مش عارفه انا ما جبتها لكيش ولا ايه. حطيت في الطماطم التوابل بتاعه المحشي. حطيت ملح وفلفل. وتحط مثلا بشره جوز الطيب صغيره، لو الطماطم مش حمرا معاك هتحط مثلا معلقه بابريكا. بس انا مش بحب اكتر في المحشي زي ما قلت لك قبل كده بهارات. لو عندك 7 بهارات هتحط 7 بهارات بس. حط شويه ملح مثلا وشويه 7 بهارات وخلاص. ورشه جوز الطيب لو عندك مطحونه، لو عندك حط ربع معلقه صغيره. لو مش مطحونه هتبشري كده واحده على المبشره زي ما احنا بنبشر ايه معانا. لما خلاص الرز انا شوحته كده تشويحتين 3، انزل عليه بالخضار. ما بحبش احط الخضار في الاول قوي علشان يفضل لونه اخضر كده ويعني وفريش، ما يبقاش دبلان بقى ولونه يغمق او كده. لا، بحط لما خلاص انا شوحت رز تشويحتين 3، احط الخضار تقلبتين 3 واقفل عليه. اسيبها بقى تبرد شويه كده لحد ما يعني كون انا خلصت الكوسه. انا كنت مخلصه الكوسه، كانت اي اخت يعني مقوراها وكانت غسلاها، وكنت سايباها بقى تتصفى خلاص ما كانش فيها حاجه. انا كانت خلاص خلاص خدت الرز مني حشتها. الشوربه دي اللي كانت باقيه من امبارح، دي مش شوربه النهارده. شوربه امبارح بتاعه اللحمه، كنت حاسه ان هي ناقصه ملح شويه، زودت لها شويه ملح شويه. وهسقي بقى الايه الكوسه. انا هسقي بقى الكوسه تاخد غلوتين بس على النار كده لما الشوربه ترجع تغلي تاني. وهدخلها بقى الفرن. بدخل بقى الصينيه الفرن بس ادخلها في الاول بسيبها متغطيه شويه. لما احس خلاص انها بدات تدخل على سوا بطلعها بقى. بكون انا عامله مثلا معلقتين صلصه، حاطه عليهم معلقه زيت وحبه ملح وفلفل. وادهن الكوسه من على الوش كده بالفرشه. ادهنها بوشها كده بفرشه الصلصه زي ما انا بعمل زي ما بنعمل مع الفراخ كده. او اي حاجه مثلا مدخلينها الفرن تتحمر. ما انا بيحبوها كده، بيحبوا اللون يعني الوش بتاعها كده. بتبقى مديها، بتبقى ناشفه سنه. بجربي لو انت عامله مثلا في صينيتين صغيرين او حاجه، جربي في حبه صغيرين وشوفي اللي هيحبوا بالطريقه يعني احسن. سواء بتحبها كده من غير تحمير او بتحمير، جربي اللي انت تحبيها. اعملي بيها. حطيت انا بقى كده خلاص، سقيتها بقى الشوربه بتاعتها. هغطي بقى عليها. كنت انا بعدها بقى رحت شلت بقى من الخلطه اللي انا كنت شايلاها دي. كنت خدت بقى للفراخ اللي انا كنت عملتها دي. هنا بقى كنت هعمل شويه رز بسمتي.
زي طريقة الرز بتاع امبارح بس امبارح كان رز مصري. النهارده بقى احنا مع الاتنين كل ده عملت ايه، قد كيلو رز بسمتي كده. عملت البصلة وأمينة اللي كانت بتعمل. عملت البصلة، يا دوبك بس برضو تصفر شويه كده، وانزل عليها بقرن الفلفل برضو. انا بحب الرز ده يعني، ما انت ممكن تحط الميه المغليه، تبقى انت مثلا عارفه، مثلا لو انت عامله 5 كوبايات رز، تبقى انت عارفه مثلا ان مقدارهم 10 ميه، ممكن تحط الميه بس في الحله تغلي، وتحط فيها البهارات بتاعتك، وبعدين تنزلي بالرز. بس الطريقه دي اللي انت بتشوحي فيها البصله والحاجات دي بتبقى احسن. وحط فيها بهارات الكبسه، حطيت فيها امينه الليمونه اللي هي اللومي، عود قرفه اللي هو صحيح، ورقتين لورا. وحط بقى معلقه كبيره بهارات كبسة، ومعلقة صغيرة كده أو نص معلقة كبيرة من بودرة الزعفران. نص معلقة كبيرة كده أو معلقة صغيرة من بودرة الزعفران. وانت لما تقلبي تيجي تقلبي الرز حسيت ان هو لونه فاتح، يبقى زودوا له كمان معلقة. يبقى احنا حطينا البصلة شوحناها، والقرن فلفل معاه اتشوح، ونزلنا عليه بليمونة من اللي هي اللوم الناشفة دي، وعود قرفة من اللي هو الصحيح ده، عشان البودرة، الحاجات البودرة ساعات ما بتبقاش أحسن حاجة يعني في الحاجات دي. وتحط ورقتين لورا مثلا، عايز تحط فصين حبهان حطي، عايز تحط بقى مكعبين مرقه دجاج حطي، بس بهارات الكبسه بتبقى فيها كل حاجه. يعني احنا حطينا بهارات الكبسه، وحطينا بودره الزعفران. عايز تحط كمان كركم لو اللون مش عاجبك قوي حط، بس الكركم الكتير خدي بالك لو انت عامله كميه ساعات بيمرر منك. حط مثلا نص معلقه كركم، نص معلقه كاري. قلبي بقى كده، تقلبي بس زي ما احنا قلنا قبل كده في الرز المصري بنقلبه عادي براحتنا، بنشوحه عادي كتير براحتنا لحد ما نسمع الخروشه بتاعه الرز. انما الرز البسمتي لا، لو شوحتيه كتير اول ما تحط عليه الميه هيتكسر منك، لان تبقى الحبايه رفيعه وطويله، فمبقاش مستحمله التقليب الكتير. يا دوب بس تشويحتين 3 كده وتنزلي عليهم بالميه. تبقى انت غاليه الميه بره، انت عارفه مثلا انا عامله 5 رز، ببقى انا غاليه مثلا 10 ميه بره. الكلام ده لو انت مش ناقعه الرز خالص. لو انت نقعت الرز، يعني انا بنقع الرز بس قد 5 دقايق، قد ما البصله بس تحمر هي والقرن الفلفل واشوح التوابل. فده كل ده بياخد 5 دقايق، فاقوم بقى انا منقصه من الرز، من الميه اللي انا بعملها كوبايه. يعني الكيلو ده بيبقى 6 مجات رز، فالمفروض احط 12 كوبايه ميه، انا بحط 11، علشان انا بنقع الرز 5 دقايق بس. لو انت بقى نقع الرز نص ساعة، لو انت نقع الرز نص ساعة، حط على الكوباية الرز كوباية ونص مية، وتعملي بقى وتحسبي الكميه بتاعتك كلها كده، ما تحطوش كوبايتين. لو انت ما نقعتش خالص حط على كوبايه الرز كوبايتين ميه، لو انت مش ناقعه خالص. كده خلاص بقى، لما كان يتشوح بقى، مكان يتشرب بقى، وطيت له النار. انا كنت بعمل طشه بتاعه اللحمه زي بتاعه امبارح برضو، معلقه سمنه كده، وشوحت فيها البصله حمرتها ونزلت عليها بالشوربه. انا كان خلاص بقى كده قبل المغرب، كان خلاص الرز كده خلاص استوى. بص لما بيستوى الحاجات دي كلها بتطلع على الوش، ما تخافيش منها. عود القرفه، الليمون، ورق اللورا، اي حاجه بتبقى حطاها، حبهان، اي حاجه بتبقى حطاها بتطلع على وش الرز. بس قرن الفلفل فيه اخضر. بص الرز مفتح وفرفر، تحفه. المقدار ده حلو، خدي بالك بس انت من نقعان الرز او مش من نقعان الرز، على حسب انت هتعملي ايه. خلصت بقى الرز ده، قومي مغطيه بقى الغطا وسيبيه مهوي سنه، يعني سيب الغطا بقى مهوي سنه. لو انت مثلا باقي 5 دقايق وهتحط الاكل او حاجه، شويه البخار بقى اللي موجودين فيه يطلعوا خلاص. خلاص بقى كده كنا غرفنا الاكل، غرفنا الرز كده اللي ورا ده كان على الرصوص مش دلوقتي. والفراخ طلعتها كانت اتحمرت، والكوسه دي كانت اتحمرت زي ما بقول لك، انا بحط لها معلقه صلصه وادخلها الفرن. وقلنا لهم طبقين بطاطس، وده كان طبق بطاطس بقى من امبارح، قعدنا طبعا نتحايل عليها على ما كلوه. والشوربه هناك دي اللي فيها حتتين اللحمه اللي انا كنت عاملاهم، وطبقين السلطه. الحاجات بقى السلطه والبطاطس المقليه والحاجات دي تحس ان هي اساسيه. بس اللمه هي اللي بتاكل يا ولاد، والله اللمه بتاعت العيال وان انت متجمعه او كده، ده اللي بياكل بقى معاكي. يلا الف هنا. كل ما تحسي ان في وقت تقدروا تتجمعوا فيه او تتقربوا فيه كلكم، لا اتجمعوا. اتجمعوا كلكم. يعني ما تفوتوش فرصه، ما تقولوش لا ده احنا مش فاضيين بلا سبب او كده، لا روحوا واتجمعوا. مش عارفين بعد كده يعني ايه اللي هيحصل، هنبقى في وقت ولا مفيش وقت. من شويه بقى كده كنا وضبنا الايه، السحور بقى، قلنا عشان العيال تتسحر بدري، عشان اللي بيقوم يروح المدرسه، اللي بيقوم يروح الدروس، اللي بيقوم يعمل كده. وانا بطاطس برضو السحور العادي، البطاطس. واللي دي برضه بطاطس اللي ورا دي، بس ماما بتعملها في الطاسه التيفال كده، بتحط معلقه سمنه ومعلقه كزبره ناشفه، وبعدين تحط عليها البطاطس، بتطلع بقى بتقلبها كده، بتبقى عامله زي القرص الحلو ده كده. انواع جبنه بقى، بيض مسلوق، جبنه رومي، لانشون، طماطم، فول. الحاجات بتاع السحور المعتاده يعني. ما انا بقول لهم كل يوم بنصحى نفس السحور تقريبا، الفول، البطاطس المهروسه، الجبنه. هو تقريبا كل يوم نفس السحور، قالوا كل الناس كده. فيلا بقى، كل سنه وانتم طيبين. اهم حاجه اللمه والتجمع.